حينما تعود إلى القرآن يخبرك أن الحوار ليس مع الجميع، لأن الناس نوعان: ناس تحب الحقيقة وناس تكره الحقيقة. في ناس تكره الحقيقة لأن الحقيقة مسؤولية، والمسؤولية تتطلب عملا، والعمل له كلفة، والإنسان يكره الكلفة، يريد الراحة، وبالتالي هو لا يريد الحقيقة حتى لا يتحمل تبعاتها بعد ذلك. فهؤلاء لا ينفع معهم الحوار، لأنه هو أصلا لا يريد الحقيقة، والحوار إنما شرع لكي يوصل الحقائق. فإذا كان الآخر لا يريد الحقيقة أصلا فلماذا نتحاور؟ وهذا ما توضحه جيدا بداية سورة البقرة. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إيش الفائدة ندعوهم إلى الله إذا كان الكفار ما في فائدة منهم؟ لا، هو يقصد الصنف الجاحد، الذين كفروا يعني الذين جحدوا. هؤلاء لا فائدة من الحوار معهم، اتركهم. لكن بعد شوي تجيك آيات: يا أيها الناس، يخاطب عموم الناس الذين يريدون الحقيقة. هذولا هم اللي ضالين عن الحقيقة، لا يعرفون الحقيقة. هؤلاء يتحاور معهم: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. يصير في نقاش وحوار مع الذين يريدون الحقيقة ولا يعرفونها. أما الذي أخذ موقفا سلبيا من الحقيقة لأنه لا يريدها أصلا، هذا لا تفتح معه باب الحوار.